أحلى وأطعم بسبوسة منافسة لبسبوسة أشهر المحلات اللي ممكن تدوقوها هي البسبوسة اللي مقاديرها بالكوبايات المعيارية أو العيارية. الكوبايات موجودة في كل محلات خامات الحلوانية وسعرها مش غالي أبدا. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. عندنا 3 كوبايات من دقيق السميد اللي هو سميد البسبوسة. أنا استخدمت طبعا الكوبايات المعيارية أو العيارية زي ما قلت لكم. هننزل عليها بتلتين من السمنة السايحة بالكوبايات المعيارية بردك، وهنبس السميد كويس قوي مع السمنة علشان كل ذرة من ذرات السميد تتغلف تماما بالسمنة. عندنا تلتين من الحليب هننزل عليه بكوباية ربع من السكر، كلها بالكوبايات المعيارية زي ما قلت لكم، وهننزل عليهم بمعلقتين كبار من عسل الجلوكوز المهم جدا في البسبوسة لأنه هو اللي بيديها المطة، وهنرفعهم على النار لحد ما السكر يدوب ونسيبهم يبردوا وننزل بيهم على خليط السمنة والسميد ونقلبهم بدون ما نعجن. صينية مقاس 30 هننزل فيها بمعلقة من السمنة ونوزعها كويس قوي، وننزل عليهم بخليط البسبوسة ونسويه كويس، ونخبط الصينية خبطتين كده على الرخامة بتاعتنا وندخلها التلاجة لمدة نص ساعة قبل ما نخبزها. هنبدأ نعمل الشربات. هنحط كوباية من السكر عليهم كوباية ونص من المية ونص ليمونة ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، ونرفعهم على النار ونحسب من أول ما يبدأ يغلي 8 دقايق وبعدين نطفي عليه. البسبوسة بتاعتنا هنطلعها من التلاجة وندخلها على فرن سابق تسخينه 200 درجة مئوية، وأول ما تطلع هنكون غلينا الشربات بتاعنا ونصبه على البسبوسة وهي سخنة والشربات سخن ونغطي عليها، هنلاقيها شربت الشربات بتاعها، وعلامة ان هي ناجحة جدا لما بندوس عليها كده بتعمل علامة وبنحسها طرية. نبدأ نسيبها تبرد تماما، المفروض نسيبها تبرد بس انا ما سبتهاش الحقيقة. ونقطعها. انا بحب اقطعها مربعات كده. انا بس حبيت اوريلكم قد ايه هي مرملة وطرية وناعمة، ومش قادرة اقول لكم يعني طعمها تحفة قد ايه وريحتها قد ايه جميلة. يعني حقيقي بجد احلى من اي بسبوسه ممكن تكونوا دقتوها. انا طبعا استنيت عليها لما بردت تماما وغرفتها في طبق التقديم، وده كان شكلها النهائي اللي مش قادره اقول لكم قد ايه كل اللي دقها اعجب بيها جدا وما صدقش اصلا انها معموله في البيت. اتمنى لو ان البسبوسه بتاعت النهارده عجبتكم انكم تنفذوها، لانها فعلا تستاهل انها تتنفذ، وتكتبوا لي رايكم واسئلتكم في التعليقات. وبالهنا.